حبايبنا، شلونكم؟ ان شاء الله بخير صحة وعافية يا ربي. واليوم رجعت لكم بفيديو جديد، واليوم راح اجاوبكم طبخاتي. واليوم راح اسوي بتمان وفاصوليا وراح اسوي طريقة المقلوبة بالمكسرات واللحم، وراح اشوفكم ويانا اليوم فطورنا وسحورنا بنفس الوقت اللي معزمين اصدقائنا على السحور. شوفوا حبايب، هسه ضفت هذا فقط مي اللحم، ماكو لا ضفت مي عادي ولا شي، بس فقط مي اللحم فوق العدس وخليته على النار. راح اشوفكم الطريقة مالتي اول باول. كلش كافي. شوفوا ضربتها بالخلاط، شوفوا العدس شلون صار هيجي بالشكل هذا. هسه شوي راح اضيف قليل من الملح حسب انتو حسب الرغبة. راح اضيف، شوفوا الماجي انا شلون مسويته. اذا عندكم مكعبات همينه موعوا مي اللحم، او اذا يعني ماجي مطحون همينه. انا عندي مطحون مال العراق هذا يخبل، فموعته بمي اللحم وراح اضيفه. بسم الله. قلت لكم ضفت ملح والماجي وراح اضيف شعريه. شوفوا ايش قد راح اخلي الشعريه، ما اضيف لها للشوربه انا شعريه هوايه ابدا. شعريه قليل. احمس البصل على سطحه، راس بصل راسين براحتكم انتم. شوفوا هاي هالقد شعريه. اخر شي ضفت البصل فرقعت لها. شوفوا شو قوامها، واقول لكم ريحتها تخبل، والطعم همينه كلش طيبه. انا اسويها، جربوا هاي الطريقه مالتي. وهسه حمست الشعريه، خليت لها بس بهارات البرياني فقط والملح ورشه من الدارسين. هسه راح اضيف المي عليها. شوفوا حبايب، هسه جبت هذا القالب وهنا كشمش واللوز والشوز وهنا البزالة والجزر، وهاي الحشو الشعرية ويا البصل. راح اضيفها. بسم الله. هذا الكيك نسويها خوش طبق مال كيك حسوي لهم اليوم. معزوبة هي طبق. هسه نخليها هالشكل. راح نضيف الحشو هنا، نسوي طبق كاملة هنا الحشو هالشكل. راح اضيف الجوز وهنا راح اضيف اللوز، وهنا سهيت الكشمش. هسه نضيفها بهالشكل. شوفوا هسه راح نضيف القطع اللحم ندجها. الكيكة الحلوة. شوفوا هسه راح نضيف همينة شعرية فوقها، نمسحها بهالشكل. شوفوا حبايب، شوفوا هسه راح اخلي لها سيليكون بس من فوق على قد كان الطبق هيجي بالشكل. ارصيها واخليها هيك القبة وخليها على نار هادئ. هسه مثل ما تشوفون راح اقلبها، نشوف الشكل مالتها شلون تطلع. بسم الله. واو واو كلش حلوة. شوفوا بكيكة. انا شوفوا هاي قلابيتي كلش حلوة والخامة تخبل. شوفوها
واليوم لبستها، واليوم مثل ما تشوفون سويت لكم الفيديو. واليوم طبخاتي طبخت الوليد لهم فطور وانهم فطور، وهاي طريقة القالب الحشوة واللحم، جربوها والمكسرات ان شاء الله تعجبكم. واليوم عازمين اصدقائنا صديق وليد وزوجته. طبعا بسوي السحور. هاي هنا بيض عيون، هنا بسطرمة وبيض. تعالوا شوفوا سوي هاي الفطاير، عندي كميتهم. هنا حمص، هنا عندي فطاير بالقشطة، وهنا الجبان شوفوا. وهنا سويت الدبس فراشي، هنا اريد راد بس كورنفلكس. وهاي هنا شاي وحليب. وهسه نكمل سفرتنا السحور ان شاء الله بألف عافية. أصدقائي مثل ما شفتوا كملنا سحورنا وراحوا أصدقائنا وكلش تونسنا وياهم. ونقول لكم اليوم شفتوا فطورنا وسحورنا، والزنود الست سواها وليد. واو واو والله خلصت الصينية ألف عافية. وقلت له وليد هم عيد لنا إياها، يعني كلش طيبة وخفيفة، وحتى حالاتها خفيفة، يعني طعمها خفيف مو قوية دسمة. وجربوا هالطريقة وجربوا طريقة حلوة وسهلة أكلاتنا. وبسيطة. طبعا ونور اليوم انت بالدشداشة طالعة في الشيء كلش حلوة بالعافية عليك. الله يعافيك. ونقول لكم ترقبونا بفيديوهات قادمة، وإن شاء الله فيديوهاتنا الرمضانية عجبتكم وطبخاتنا وحلوياتنا. ونقول لكم مع ألف سلامة. باي باي.